الجزء التاني من سلسلة ريميك ريكاست، ده بنتخيل فيه فيلم قديم ونشوف لو هنعمله النهارده هيكون مين من الممثلين ممكن يعمله. المرة دي بنتكلم عن فيلم العار. انا هحرق، ولو ما كنت شفت فيلم العار فيعني انا مش عارف ليه سكت على نفسك الفترة دي كلها. فيلم العار من تأليف محمود ابو زيد واخراج علي عبد الخالق، بطولة نور الشريف، حسين فهمي، محمود عبد العزيز، إلهام شاهين ونورة. الفيلم ده لو بنفكر نعمله النهارده تفتكروا مين ممكن يبقى كمال؟ انا شايف ان هو ممكن يبقى باسم السمرة، الوحيد اللي ما اتعلمش زي اخواته، وهو الوحيد اللي عارف تجارة ابوه الحقيقية، وفي نفس الوقت كان بيحاول يخبي السر ده لحد ما اضطر يستعين باخواته. ممكن النهارده يبقى وكيل النيابة اللي عمل دوره حسين فهمي، ممكن يبقى باسل ياسين، هو الراجل بتاع القانون، لكن لما بيتحط في مواجهة ما بين ضميره والفلوس فاحنا عارفين هو اختار ايه. مين بقى ممكن يعمل دكتور عادل اللي عمله الله يرحمه محمود عبد العزيز؟ هي الإجابة يعني سهلة، كريم محمود عبد العزيز. إلهام شاهين ممكن أختهم تعمله هدى المفتي. ونيجي بقى عند رؤى، الدور اللي عملته نورة. رؤى من اجمل الكاركترات النسائيه اللي اتكتبت، وده من وجهه نظري من وجهه نظر رجاله كتير جدا. طب ايه سر جمال رؤى؟ رؤى ما هياش فان فاتال، ما هياش حاجه شيك، ما هياش الدلع، مش بتتكلم كده. رؤى يا جماعه من وجهه نظري سر نجاحها ان هي انسانه واضحه. لو ابو كمال ده سالها مالك مش هتقول له مفيش، هتقول له واحد اتنين تلاته. دي حاجه جميله، دي حاجه مريحه. رؤى كانت بتفكر معاه في حلول، فاهماه، وعرضت عليه المساعده، وفي الاخر خالص ضحت بنفسها علشانه. هو انكرها في الاخر ماشي، بس يعني ما حدش قال لك اتجوزي كمال، يعني ما هو برضه راجل تاجر مخدرات. يبقى السؤال، مين النهارده ممكن تعمل دور رؤى؟ قولوا لي ايه الافلام التانية اللي عايزين نعمل لها في ريميك ريكاست.